طبعا كلنا سمعنا عن الموضوع اللي حصل الفترة الأخيرة بتاع البلوجر اللي عايش في أمريكا واتسحبت منه الجنسية المصرية ومش عارف ايه، وبعد كده طلع خبر مش مظبوط أو مظبوط. أنا ما عنديش فكرة لأن أنا مش متابعه، يعني أكيد شفته في مرة بس قلبت كده ما اهتمش يعني. المهم، فشفت بوست على الفيسبوك استفزني إن أنا قلت لازم أعمل الفيديو اللي أنا بعمله دلوقتي ده، ألا وهو حاطين صورة الولد ده، والصورة الناحية التانية منى زكي وبنتها كبيرة ما شاء الله، ولابسين فساتين وقاعدين في أمريكا. يعني بيقولوا إن بنتهم دي هم والدوها في أمريكا عشان تاخد جنسية محترمة، والكلام اللي طبعا الفاضي اللي احنا طول الوقت بنسمعه ده. وكاتبين على البوست ما سألتوش نفسكم ليه كل الممثلين والفنانين بيتعمدوا يخلفوا ولادهم في دول متحضرة؟ عارفين ليه؟ عشان البلدان دي هي اللي بتقدر، البلدان دي هي اللي بتساعد البني آدم إنه يتقدم، إنه يكون أحسن. بلدان فيها أمن وأمان، بلدان فيها الخير، بلدان فيها البركة. فقلت لازم أطلع أتكلم، لأن أنا يا جماعة أنا عايز أسأل سؤال. هو بقى كل بني آدم النهاردة دخل معهد ولا دخل كلية وتخرج منهم هو كده بقى اسمه متعلم ومثقف وصاحب تعليم عالي؟ يعني كده خلاص هو بقى اسمه صاحب تعليم عالي؟ انا ما اظنش ان دي حقيقة خالص، لان في عقول غبية واكيد بتغش عشان تنجح. يعني على فكرة انا عايز اقول لكم على حاجة، التعليم مش ان انت بتاخد شهادة فالشهادة دي هتخليك او الدراسة دي هتخليك بتفهم في كل حاجة، لا. الفكرة ما فيها انك بتتعلم لدرجة انك تخلي مخك يستوعب اكتر، ويخليك ملم بمعلومات اكتر، ويخليك عندك وعي وثقافة اكتر. فانا ما اظنش ان الناس دي يعني دماغها فيها اي تقدم فكري. فيلا بينا نحلل الموضوع ونفصصه مع بعض واحدة واحدة من وجهة نظري، اللي يا تقتنع بيها يا اما تروح تمشي معاهم وتقتنع معاهم. نبدأ كلام بادئ زبيد بالصلاة على النبي كده عليه أفضل الصلاة والسلام. مش عارف تسمعني كده أحسن ولا لا، بس أنا تعبت ماسكة الميكروفون. فكرة الأمن والأمان والبلد محترمة وبلد مش محترمة. احنا عايشين في مصر هنا، والحمد لله أقوى جيش في الوطن العربي جيش مصر. اكتر بلد فيها امن وامان من الشرطة هي مصر. هتقول لي يا محمد اللي انت بتقوله ده ايه التخلف ده؟ هقول لك هو انت يعني انا هجيبها لك في حاجه انت مش اكيد مش ملم، مش قاعد في وزاره الداخليه شايف هم بيعملوا وما بيعملوش ايه، بس هجيبها لك في التليفون اللي انت بتقلب شفتني من خلاله ده. انت مش ملاحظ ان احنا بقالنا فتره لو ماشي في الشارع حد شخط فيك بس زعق على صوته عليك بس بتقوم رافع التليفون كده وتعالى ده انا هجيبك، تعالى ايوه اغلط اغلط كمان ولا يهمك انا هجيبك. انت بيبقى عندك الثقة دي منين؟ الثقة واليقين، وانك بتكلمه بتهدده بتقول له اغلط كمان كمان والله لا ندمك والله لا اوريك. بتجيب الكلام ده منين؟ عارف بتجيبه منين؟ من شرطة بلدك اللي انت عارف انها هتروح تجيبه بنفس الطقماية اللي انت صورته وهو بيعمل معاك الحاجة الغلط. طب لما الشرطة والبلد مفيهاش امن وامان ده بيحصل ازاي؟ رد انت بقى عليا كده ورد على نفسك. ادي اول نقطة. تاني نقطة، يا مسلم يا موحد بالله يا اللي مؤمن بالله وباليوم الآخر، وإن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإن الأرزاق بيد الله، مهما طلعت مهما نزلت ما هتاخد أكتر من رزقك. بتتكلم عن إن بره في تكافؤ فرص أكتر، وفي نجاح أكتر، وفي غنى أكتر. تعال بقى أقول لك، لو أنت ما تعرفش مع إني عارف إنك عارف، عمك، خالك، ابو صاحبك، ابو صاحبتك، ابو خطيبتك، ابو مراتك، ابو اي حد عنده النهارده بتاع 50 55 داخل في ال60 سنه وانت بتتفرج عليا النهارده ده، ما قابلتش راجل في السن اللي بكلمك عليه ده لا بيعرف يقرا ولا يكتب وجاهل وما دخلش مدرسه طالع من الابتدائيه وما شاء الله تبارك الله عنده تجاره ناجحه، خردة، قطع غيار، ملابس، فساتين، ما ايا كان ادوات نقاشه بويات ومش عارف ايه وتنر وحركات من دي، وما شاء الله عنده النهارده بيت عيله مجوز فيه ولاده في شقق ملك مش في ايجار، وفرح بيهم وجاهز بناته وما شاء الله قاعدين مرتاحين ومطمنين ان بعد ربنا سبحانه وتعالى الراجل ده موجود هيسندهم. طب الراجل ده عمل الفلوس دي فين؟ نجح النجاح ده في انهي دوله؟ هنا. طب كان معاه علم زي ما انت عندك علم وبتدعي انك متعلم ومثقف؟ لا. كان عنده حد يساعده؟ لا.
انما هو اجتهد ومعلقش خيابته على شماعة الظروف، ومع العمر مع الايام خلف عيال ساعدوه ووقفوا معاه بدل ما يشغل الغريب، لحد ما ربنا وكرمه ووصله للنقطة دي. نوصل لايه من الكلام اللي أنا بقوله ده؟ ان الكسول كسول، والمجتهد مجتهد حتى لو ما كانش مصلح لا بالعلم ولا بالثقافة ولا بالمعارف ولا بالامدادات المادية. والبني ادم بقى الخايب اللي زيك، الكسول اللي زيك، النبي لو عنده فرص الدنيا والاخره وتعلم التعليم الدنيا والاخره يفضل يقول لك العيب في البلد. تحيا مصر ايه اللي انتوا بتقولوها بتخدرونا بيها؟ ده بجد احنا بنموتوا احنا بنموتوا عشان انت خايب، عشان انت كسول. كم واحد في بلدك هنا، سيبك بقى احنا كده قلنا المش متعلمين، كم واحد في بلدك هنا متعلم بيقبض 50 و70 و100 و200 و300 و500 الف جنيه في الشهر؟ كم واحد في بلدك هنا ما بيقبضش بالشهر اصلا، بيقبض بالدفعات، شيكات كده بتجيله بالدفعه، مليون جنيه نص مليون جنيه، عشان بيقدم خدمات او بيقدم حاجات معينه تساعد ناس على تأدية اكل عيشه، فبيتربح ارباح مهوله عشان هو مجتهد وعنده اوتي من العلم اللي يخليه يسهل حياه الناس. كم واحد في بلدك بيعمل حاجات او بيعمل ادوات وبيبيعها بيساعد بيها الناس، وبيعمل مشاريع زي بلبن ومش عارف بايه، وايا كان انت فاهمني بتكلم عن ايه؟ كم واحد؟ انت فين من ده كله؟ انت كسول. طب تعالى نقول يا عم ان انت سافرت، انا هاجي معاك سكه، انت سافرت، انت يا ابني هتروح هناك هتشتغل اقل شغلانه وهتكون في ادنى فئه في المجتمع، اولك من اخرك انك بتقبض رقم ليه قيمه هنا عشان فرق العمله فقط. بتقبض بالدولار مثلا، فهنا الدولار ب 47 جنيه ولا ب 48 جنيه، فانت هنا حاسس نفسك ان انت انجح مني او اغنى مني، انت بتدفع هناك تمن عمرك وشبابك وشقاك، وانك غريب بتتعامل انك غريب، ممكن تترحل في اي وقت. لو شخطت في واحد ابن البلد ممكن يرحلوك. عايش طول الوقت مهدد، وعايش بعيد عن امك وبعيد عن ابوك وبعيد عن اخواتك وبعيد عن صحابك وحبايبك، ومع الوقت لما هيبقى معاك فلوس عن مراتك لما هتتجوز، بعد كده عن ولادك، اللي هيبقى غيابك من حضورك بالنسبة لهم ما هو إلا مجرد فلوس وهدايا. بمعنى ان انت صاحبي بعد عمر طويل لما تيجي تموت هم كده كده واخدين على غيابك، هيزعلوا في الاول ايه ده بابا مش هتشوفه تاني ومش عارف ايه، مع الوقت مش هيتأثروا لان انت ما كنتش من روتين حياتهم، مش هيبصوا على كرسي السفرة ويقولوا ياه بابا فين ده كان بيقعد يتغدى معانا وبيقعد يهزر معانا، مش هيدخلوا يقعدوا في الصالون قدام التلفزيون يقولوا ياه بابا كان يحب يجيب القناة دي. فين الذكريات دي؟ فين الأثر اللي انت هتبقى يعني هيبقى فراقك مخليهم متأثرين عن غيابك؟ فين ده؟ هتبقى عشت غريب وميت غريب، وميت مش محسوس ولا كأنك جيت الدنيا خالص. وانت عايش هيخافوا على زعل امهم ويحبوا امهم اكتر منك وببلاش، لان هي اللي معاهم، هي اللي مكونه لهم ذكريات ومكونه لهم الحياه. انت هيخافوا على زعلك ليه بقى؟ عشان ممكن ما تجيب لهمش الهديه اللي هم عايزينها، ولو ما جبتش الهديه ولا تسوى، ولا تسوى ولا ليك قيمه. فلو جيت تبص لها من اليمين من الشمال لازما هتلاقي ان الناتج هيساوي صفر. لازما هتوصل ان انت اللي كسول وانت اللي فاكر ان في حل في مكان ما، مع انه والله ليس للانسان الا ما سعى، ورزقك هنا هو رزقك هناك. انت تظن انك هناك احسن او اغنى، انت افقر. انا قاعد هنا ودي نصيحتي لنفسي ونصيحتي لاولادي من بعد مني. انا قاعد هنا باكل عيش وفول وطعميه، وانت لما بتيجي هنا بتاكل كباب وكفته، او انت هناك بتاكل كباب وكفته، بس انا اغنى منك. مش انا كمحمد، انا بتكلم انا كالبني ادم التاني اللي عكس قصتك. انا اغنى منك. انا قاعد امي الفول وانا باكل الفول بتغمسوا لي بايديها وبتحطوا لي في بقي. انا قاعد هنا لقمه الجبنه ولا ايا كان اللي انا باكله مراتي اللي بتحط لي في بقي تقول لي كل يا كل يا اخويا الله يديك الصحه، انت تعبان عشاننا وشقيان علشان. لما باجي اعيا لما باجي اعيا بلاقي امي تطبطب عليا، ايه يا حبيبي ان شاء الله تبقى كويس يا اخويا انت كويس، لا 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 خش ارتاح شويه. لما باجي اعيا الاقي مراتي جنب مني، معلش يا اخويا ان شاء الله هتقوم بالسلامه وتبقى زي الفل. بص 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 خس عليك ايه، خس عليك ايه، خس عليك ايه. الحاجات دي حاجات لا تشترى بالمال. والمال يا غبي يا غبي
هيعود الناس على ان في تمن بتقدمه لهم. الناس دي اللي هم ابوك وامك واخواتك وولادك ومراتك، لو انت مع الوقت افتقرت، والله والله لو مع الوقت ما بقتش عارف تسافر وتجيب لهم الفلوس، هيكرهوك. هيكرهوك حتى لو ما قالولكش، هيكرهوك ان انت بالنسبه لهم عودتهم على انك مجرد ماده، مجرد فلوس بتتقدم، في مقابلها بيتقدم حب وامتنان، وانك لما تزعق ما نردش عليك. فوق، فوق، لان احنا بنعيش مره واحده. يعني انت بتعيش طفل مره واحده، وبتعيش شاب مره واحده، وبتعيش راجل مره واحده، وبتعيش في منتصف عمرك مره واحده، وبتعيش مسن مره واحده. يعني انت مش هيبقى عندك فرصه تانية انك ترجع شاب تاني، فالمره دي ما تقررش انك تسافر، او المره دي ما تقررش انك تبقى خايب. لا، هي مره واحده بس. انت بتختار يا الطريق ده يا الطريق ده. فاهمني؟ ياخد بالك ازاي؟ يعني انت بتبقى طفل مره واحده في حياتك. انا نفسي ارجع طفل تاني بس مش هعرف. بتبقى شاب وانت داخل الجامعه مره واحده في حياتك، انا نفسي ارجع تاني بس مش هعرف. انا ببقى راجل زي ما انا دلوقتي كده مره واحده برضو في حياتي، مش هبقى راجل تاني وفي شبابي تاني، هبقى مسن مره واحده في حياتي. فاي قرار غلط بتاخده مفيش رجوع تاني، مش هتعرف تشخبط وتقول حل اخر. الحكايه تبقى خلصت. الحكايه تبقى خلصت. وصدقني مع الوقت الوضع لما بيستقر، الوقت بيعدي اسرع بكتير عن زمان. يعني لما وضعك بيستقر وامورك بتبقى روتينيه وخلاص معروفه، بتلاقي الايام العمر بيعدي بسرعه، بيعدي بسهوله. ليه؟ لان الامور مستقره. بصحى من النوم بروح الشغل، ارجع من الشغل انام، اصحى من النوم اروح الشغل، ارجع من الشغل انام. الايام بتبقى كلها شبه بعضها بتجري. تلاقي العمر خلص. الله، وانا ما لحقتش اعمل ايه في ال 10 15 سنه دول؟ عملت فلوس بس فين ولادي اللي بيحبوني؟ ده لما جيت اتخانقت مع عمهم سابوني يروحوا مع عمهم ما قعدوش معايا. ده انا اللي شقيان عليكم وتعبان عليكم. هم ما بيفهموش الكلام ده. هو واقع على الدنيا لها كل الابهات شقيانه عشان عيالها. انت عملت زياده زياده يعني. انما دي ماما اللي كانت جنبي وانا سخن، كانت بتحط لي الكمادات على قرطي. دي ماما اللي كانت بتعمل لي الاكل اللي انا بحبه وكانت بتاكله لي في بقي. انت عملت لي ايه؟ فلوس. فلوس. ف فوق. فوق. يا اما كلامي بقى اللي في الاخر خالص، لو قررت ان انت تسافر، ما تسافرش من غير مراتك وولادك. وبرضه هيكون في التمن ان ممكن كفالة الشر ابوك او امك يموتوا، او حد من اخواتك يقع في مصيبة، وانت ما تبقاش موجود سند وظهر ليهم، ولا هم يكونوا سند وظهر ليك. تمنياتي من كل قلبي بالهدى والتوفيق، وان ربنا يكرمك وتعرف انت رايح فين وجاي منين، لان الانسان يعيش مرة واحدة. السلام عليكم.